السلام عليكم ومرحبا بكم عند الشيف هند. غنسافروا عاوتاني مازال مره اخرى لبلاد الهند في هذا الجو الرائع مع هذا الغروب ديال الشمس، وكنتمنى من الله الطبق ديال اليوم اللي هو لو بولي طوندوري او ليغوم او زيبيس يعجبكم. وبحال كل نهار التحدي ديالنا كنوجدوا ل5 حتى ل6 ديال الاشخاص طبق ما كيفوتش 50 درهم. المقادير اللي غنحتاجوا الوصفه ديالنا ديال اليوم: عندنا البيض ديال الدجاج، عندنا تفاح، عندنا جلبانه، عندنا خيزو، عندنا البصله، عندنا البورو، وعندي معاه شويه ديال جانجومبر فري هو سكينجبير طري، عندي هنايا لاصوص بيشاميل، عندي هنايا الكوك، وهذا هو الاضافه والنسمه اللي غادي نتبرعوا بها اليوم ان شاء الله. هاد الحامضه خليتها هكذا على ود غادي ندير غير القشور ديالها هما اللي غادي نستعمل. وفي التوابل ديالنا غنحتاجوا الملحه، الابزار، وهاد ليبيس اللي سميتها طوندوري، وبطبيعه الحال الزيت المائده. دابا غادي ندوزو باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. غنسلق الرز دائما ل6 اشخاص، نخليوه يطيب على جنب، وغندوزو نوجدو الطبق ديالنا. غادي ندير هاد لي زيبيس هنا نخليهم يترقدوا شي شويه، غنزيد عليهم قشره ديال الحامض، ندير الزيت ديالي سخون، ونبداو بالبورو والبصله. بعد ما البصله والبورو ديالي سخاو واحد شويه، هاد الكوك غنزيدوه من دابا في هاد الوقت ديال لا غوسيت، نحمروه شي شويه، وغنزيد عليه مازال الخضار والتفاح. غادي نبلل بشويه ديال الماء، نخليها تغلي واحد شويه، ودابا غادي ندوزو باش نحكو سكينجبير. راني الرز ديالي طاب، دابا غادي ندوز باش نطيب الدجاج. الدجاج ديالنا ها هو وجد. وصلنا للمرحله الاخيره في الوصفه، غادي نزيد غير واحد 2 معالق لاصوص بيشاميل باش لاصوص تجي شويه خاطره وعاقده وتجي زوينه وبنينه. الدجاج كيف شفتوا طيبته على جنب، غادي نزيدو دابا مع لاصوص باش نقدموه. يا سلام، مليحه. وغنزيد شويه ديال الابزار، غنطفيو البوطه، وغنزيد المعدنوس اخر المطاف. غندوزو باش ندوقو. طبق هندي ممتاز، جربوه ومتعوا راسكم. التحدي ديالنا بحال كل حلقه هو اننا كنوجدوا ل5 ولا 6 ديال الاشخاص طبق باقل من 50 درهم. كنضرب لكم موعد في حلقه جديده مع وصفه جديده وتسافيره جديده، وبصحه والراحه.